هو ده نفس البرنامج اللي كنت بقدمه من اسبوعين؟ هو لو عقلك لعبك لعب. هو ده نفس البرنامج اللي كنت بقدمه من اسبوعين؟ هو لو عقلك لعبك لعب. ناس كتير اتفرجت على فيلم ألف مبروك بتاع أحمد حلمي وفسرت اللي حصل في الفيلم على إنه ديجافو، لكن يؤسفني يا عزيزي. يؤسفني؟ أنت هتخطب؟ بقول لك الشباب البايظ متنيل واقف قدام السيما تقول لي يؤسفني؟ لكن يؤسفني يا عزيزي المشاهد اقول لحضرتك ان التفسير ده غلط تماما، والظاهره اللي حصلت في الفيلم ده اسمها تايم لوب، يعني تكرار حلقه زمنيه معينه او الانحباس في الحلقه الزمنيه المعينه دي، وتكرار نفس الفتره دي وانت بتتعلم وتدرك ايه اللي هيحصل لانك عشته قبل كده. المفاجاه يا صديقي ان الحلقه الزمنيه مش ظاهره عقليه اصلا، دي فكره سينمائيه ادبيه عشان تعمل قصه مثيره بس، لكن الديجافو هي اللي ظاهره عقليه، وهي دي اللي هنشرحها لسعادتك النهارده. فركز بقى الله يكرمك وهات الفشار ولا الشاي ولا اي حاجه بتسليك وتعالى اما اقول لك. الاول ليه الناس بتتلخبط بينه وبين الحلقه الزمنيه؟ لان الحلقه الزمنيه مرتبطه بالاحساس والتكرار، ولانه بيخلي البطل واعي بان اليوم بيتكرر، وكمان لانه بيشبه شويه اضطرابات الذاكره اللي هتحتاج تعمل سيرش عنها وتنطقهم حلو، لاني ما عرفتش انطقهم صح بصراحه، اصلهم فرنساوي وانا ثقافتي المانيه. المهم اننا نعرف دلوقتي ايه هي الديجافو بقى. الديجافو هي احساس انك عشت اللحظه دي قبل كده رغم انك عارف ان ده مستحيل، وده بيحصل ل 60 ل 80% من البشر، وليه اكتر من تفسير علمي. ركز معايا. التفسير الاول خلل في توقيت الذاكره. المخ بيعالج المعلومه في جهتين، لو جهه سبقت الثانيه بجزء من الثانيه تحس ان اللحظه اتخزنت قبل كده، وده اشهر تفسير. التفسير الثاني شراره كهربائيه في الفص الصدغي بيظهر عند مرضى صرع الفص الصدغي قبل النوبه، بيحصل ديجافو قوي، ده معناه ان شراره صغيره تعمل الاحساس ده. التفسير الثالث تشابه بموقف جديد وذكرى قديمه، المخ يخلط بين الاثنين فيديك احساس انا شفت ده قبل كده. اما التفسير الرابع ارهاق، توتر، قله نوم، لما المخ يتعب المعالجه تتلخبط فيديك ديجافو. ومش بس دول، في تفسيرات علميه تانية كتير، ادخل واعمل سيرش وانت هتشوف حاجات عجيبه جدا يا اخي والله العظيم. دلوقتي جه وقت اني اقول لك فيه ان الديجافو يا صديقي ليها انواع، مش مجرد نوع واحد. في منها اللي هو عشت اللحظه دي قبل كده، وفي اللي حسيت الاحساس ده قبل كده، وفي اللي زرت المكان ده قبل كده، حلمت بالموقف ده قبل كده، سمعت الصوت ده قبل كده، الكلام ده اتقال قبل كده، الخ الخ الخ. طيب هل الديجافو ده خطير على الصحه والامعاء؟ الاجابه مش حاجه واحده للاسف، لا مش خطير لو مش بيتكرر كتير. انت اكيد من ال 60 ل 80% من الناس اللي بيحصل لها الديجافو، لكن طول ما هي مش متكرره بشكل مستمر وكتير فانت في الامان يا معلم. لكن لو بتتكرر بشكل كبير فانت محتاج تقلق سيكه كده، يعني مش كتير، بالذات لو معاها صداع او دوخه فلازم دكتور يا معلم، لانه ممكن يكون مرتبط بالفص الصدري. الديجافو واحده من اكثر الظواهر الغريبه اللي العقل بيعملها ومحدش فاهمها 100%. سؤال الحلقه، اخر مره حسيت بالديجافو كانت فين وازاي؟ وانت اخر مره عملت شير للحلقه وبعتها لحد، او عملت لايك وكومنت وسبسكرايب، او حكيت لنا حاجه حصلت لك عقلك بيلعبك فيها؟ ومن هنا للحلقه الجايه لو عقلك حاول يلعبك لعب.